ولادي وبناتي طلاب تانية ثانوي سواء بقى علمي أو أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر أدهم أحمد، مدرس مستر التاريخ. إن شاء الله هنبتدي بقى النهاردة درس، أو قصدي منهج تانية ثانوي في التاريخ. في إيه؟ وإن شاء الله يبقى منهج ظريف ولطيف، وهيبقى بإذن الله يعني شكر الكريم طول ما أنت معايا يعني. أنا عارف إن بتوع علمي شايلين هم وزعلانين، بس إن شاء الله بالعكس يعني التاريخ كما يجب أن يكون بإذن الله معايا إن شاء الله. وبالمناسبة برضو، لو أي حد عايز يسألني سؤال أو يتواصل معايا، أدي أكتب لك رقم تليفوني دلوقتي أهو. ثانية واحدة بس قبل ما يشتغل أهو. ماشي، هكبر لك الخط كمان يا عم 36 أهو يعني. يلا ماشي، وأعملها بالإنجليزي وأوضحه لك كمان أهو. الخط أهو 012 8512 6973. ماشي، 012 8512 6973. أي سؤال عاوز تستفسر عليه، أي حاجة عايز تعملها معايا، اتصل بيا على طول أو ابعت لي على الواتس إن شاء الله، وأنا بإذن الله أرد عليك إن شاء الله. ماشي، اعمل بقى لايكك الجميل واشتراكك في القناة، وتعالى بقى نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في منهجنا السنة دي هناخد عن العصور الوسطى، بالتحديد عن حضارتنا الإسلامية. ففي الترم الأولاني عندنا 8 دروس متمثلين في وحدتين، يعني كل وحدة فيها 4 دروس. هناخد من أول حتى أيام الجاهلية، من قبل حتى ميلاد النبي عليه السلام وحضارات الجزيرة العربية القديمة. بعدين ناخد ظهور الإسلام، بعدين ناخد دعائم بناء الدولة الإسلامية، النبي عليه السلام راح المدينة، دستور بقى ومسجد النبوي وكده. الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية زي القريشيين أو المنافقين أو الآخره. ونيجي بقى عند الوحدة التانية الفتوحات. هناخد بقى دولة الخلافة الراشدة واللي حصل بعد فترة عليه السلام من حروب الردة، وكده الخلافة الراشدة كدولة أموية ودولة عباسية. الترم الأولاني أصلا عموما أنا عارف إن هو صعب شوية بصراحة، ولكن هو أسهل بكتير من الترم من الترم التاني. بس خلينا طبعا دلوقتي في الأولاني يعني. ماشي، إن شاء الله التاريخ هيبقى شكر كريم بإذن الله يعني. طيب تعالى بقى ننزل تحت عشان نسمي الله كده نبدأ نشوف الشغل. أول حاجة هي اول درس معانا حضاره عربيه وظهور الاسلام، دي اول واحده اصلا. حضارات بقى شبه الجزيره العربيه قبيل ظهور الاسلام، يعني قبل ظهور الاسلام كده، وفي حضارات كمان كانت موجوده لما الاسلام ظهر. هنعرف كل حاجه. دي ممالك ومدن شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. تعالى بقى نجيب الهايلايت كده. ماشي، تعالى بس نجيب الماوس معلش اهو. ننزل تحت بقى. تعالى. قال لي شبه الجزيرة العربية جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الإسلام، يعني كان فيها حضارة، يعني شبه الجزيرة كان فيها حضارة، بس طبعا في بلاد اليمن. طيب شبه الجزيرة بيسكنها مين؟ العرب. بيستوطنها مين؟ عرب، مش محتاجة يعني. ماشي، اتسمت عربية ليه يعني؟ وهم أمة سامية من نسل مين؟ سام ابن نوح. ماشي، وبرضو اليهود من نسل برضو سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام وعلى دي. عشان كده بيقول العرب واليهود ولاد ولاد عم. ماشي، وانشأوا على ارضها ممالك ومدن. عشان كده بيقول برضو على اليهود المعاداة للسامية، يعني هي برضو الفكرة عشان نسبة الاناث يعني. وانشأوا على ارضها ممالك ومدن وقامت بها حضارات متعددة. ماشي يا سيدي، قول لي بقى الحضارات دي تسمح؟ طبعا اسمح، ما كناش حاطين منهج يعني. تعال. قال لي عندنا ممالك في الشمال. ماشي، ممالك جنوب شبه الجزيرة، وممالك الشام والعراق، وممالك غرب شبه الجزيرة. تعال واحدة واحدة. في ممالك كانت موجودة وسقطت قبل ظهور الإسلام، يعني قبل حتى ما الإسلام يظهر والنبي عليه السلام يتولد، سقطت من زمان قوي يعني. في ممالك كانت مكملة وارتبطت بالإسلام، حتى المسلمين حاربوهم يعني. طب تعالى الأول نشوف الممالك اللي سقطت. عندنا كم مملكة؟ 5. 5 ممالك. الكل اللي في الجنوب اللي هي جنوب اللي هي اليمن. مملكة اسمها معين وسبأ وحمير، مش حمير، لا حمير. ماشي، طيب. وعندها برضو مملكتين في الشام، تدمر والأنباط. أنا عارف إن الأسامي صعبة والحفظ رخم شوية، بس هنظبط الدنيا يعني إن شاء الله. ماشي، ولازم برضو مع التكرار وكل شوية الحفظ محتاج إن أنت كل فترة كده يوم يومين تراجع الأسماء.
وبالشام برضو الغساسنة. الغساسنة دي بقى موجودة، كانت موجودة لما الإسلام ظهر. والحيرة برضو كانت موجودة، ومكة، يثرب، الطائف برضو دول إيه كانوا موجودين. تمام. يثرب اللي هي المدينة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هاجر، المدينة النبوية، ماشي، أو المدينة المنورة. تمام. ادي الخريطة ايه، الخريطة ايه، التلاتة اللي في اليمن وهم مثلث اهو، عاملين ولا كانوا مثلث كورة. وادي اللي في الغرب اهو الطائف، وبعد كده مكة ويثرب، ماشي. وادي اللي فوق التدمر، الغساسنة، الأنباط، الحيرة. خلاص. تمام. تعالى ننزل بقى ناخد ايه ممالك الجنوب الأول واحدة واحدة. طبعا ممالك الجنوب كلها سقطت أصلا قبل ظهور ايه الإسلام كلها. فعندنا مثلا مملكة اسمها معين، دي كانت في منطقة اسمها الجوف باليمن. منطقة زي مثلا كان عندك القاهرة الكبرى مثلا، يعني اسمها ايه الجوف في اليمن. عاصمتها ايه يا عم الحاج؟ عاصمتها مدينة قرناو. قرناو، ماشي. طيب اللي بعديها قال لي عندنا سبأ. يا سبأ دي بقى اسهل واحدة، النار على العالم. دي فين؟ جنوب غرب اليمن، يعني تحت شمال جنوب غرب اليمن، على البحر الاحمر ومضيق باب المندب. ماشي، استنى اجيبها لك في الخريطه فوق اهو عشان برضو ايه تحفظها اسهل. استنى نرجع دول اهو يا عم، تعالى اهو، بص اهو تحت، ماشي، شمال جنوب غرب اليمن، ماشي. طيب اللي هي ايه؟ سبع. تمام. عاصمتها ايه؟ مأرب. يعني سبأ حتى في صورة في القرآن اسمها صورة سبأ، كانت ملكتهم بلقيس. ماشي، كانت الملكة مين؟ بلقيس، وردت في سورة النمل علاقتها وحكايتها مع سيدنا سليمان. واشتهرت بوجود سد مأرب اللي هو كان من أشهر السدود، لحد ما القوم هيعملوا نعمة ربنا وهيبطروا بيها، فربنا ايه هيهد عليهم السد وهيدمر ايه مملكة سبأ. والذي كان انهياره سببا في هجرة العديد ايه من القبائل الأجزاء متفرقة من الجزيرة الايه عربية. انا اكيد مش هقعد في مكان غرقانة فيه ومفيش زراعة ولا كده، خلاص هاجر بقى. طيب تعالى نشوف مملكة حمير. قال لي دي كانت موقعها بين مملكة سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، يعني يسموه بحر الايه القلزم. عاصمتها مدينة ريدان ظفار. ريدان ظفار. المهم يعني قلت لك ايه هنحفظها مع الوقت. طيب تعالى السؤال ده عشان بيسأل كتير قوي. أكتر مملكة عربية إسهاما في تغيير التركيب الديموغرافي لشمال الجزيرة، لشمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، مملكة إيه؟ سبأ. إن الناس هاجرت بعد سقوط سد مأرب وتدميره، ماشي. فسبأ اللي هيبقى منهم الأنصار أهل المدينة، يعني أهل المدينة سبائيين أو بيسموهم قحطانيين. قحطانيين يعني من أهل اليمن. وعدنانيين اللي هم من نسل إسماعيل اللي هم مين؟ اللي هم أهل مكة قريش. ماشي، معلش. طيب مدن غرب شبه الجزيرة الثلاثة كانوا موجودين لحد النبي عليه السلام، يعني لحد عادي كانوا فضلوا موجودين لما الإسلام ظهر كمان، زي مكة، يثرب، الطائف. طيب مكة أشهر مدن الحجاز. الحجاز اللي هو الإقليم الغربي لشبه الجزيرة، اللي هو إيه؟ اللي هو عند البحر الأحمر كده، اللي بيضم الثلاث مدن دول، مكة، مدينة اللي هي يثرب، الطائف. طيب ولها أهمية دينية عشان طبعا موجود الكعبة، يعني الكعبة ليها أهمية في كل الوقت حتى أيام الجاهلية، يعني مش واخدين بالكم، هي مهمة جدا، مش عند المسلمين بس عشان قبل الإسلام، لا ده كان حتى قبل الإسلام عشان إيه؟ عند الجاهليين والأصنام وكده. احنا عارفين كانوا حاطين حوالين الكعبة 360 سم. طيب اقتصادية وتجارية ليه؟ قال لي موقعها المميز على طريق القوافل بين الشام واليمن. يعني أنا دلوقتي تعالى نطلع الخريطة فوق عشان نفهم. ماشي، هنطلع اهو. دلوقتي اليمن اهي، اليمن تبع حضارة فارس وعندها خير كتير. خير ايه؟ خير كتير. فانا دلوقتي عايز اتاجر، تاجر عربي بيتاجر. هيمشي بقى منين لمنين؟ تعالى بص احط لك السهم اهو. هيمشي من اليمن هنا ويطلع فوق، يطلع فوق، يفضل طالع طالع. انا مش واضح ثانية، حط ده خلاص. يفضل طالع 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 طالع، يفضل ماشي 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 لحد ايه ما يوصل لبلاد الشام فوق.
طب الطريق الطويل ده كله ما مش هاخد ستريت، مش هاخد راحة. ده الواحد بيسوق العربية وبياخد راحة، بينزل ياخد أي استراحة، ياكل ويشرب وممكن كمان يبات يوم في الطريق. ما بالك بقى زمان؟ لا أكيد هاخد راحة، ده أنا هقعد ممكن أقعد سنة سنتين في الطريق ده. فليه؟ أروح مكة عشان هي اللي فيها الخدمات دي. فمكة طبعا بتكسب، تجار داخلين لي، فأكيد التجار دول هيبيعوا ويشتروا، مش بعيد ياخدوا بضايع كمان مني. ماشي، والدنيا إيه، فلوس داخلالي، دخل قومي، عملة صعبة، سياحة يعني. طيب، وتمضي مال الرحلات التجارية رحلتي الشتاء والصيف. مكة كمان عايزة التاجر، عايزة بضايع. ماشي، مكة احنا عارفين مش أرض زراعية، فتروح الشتاء لليمن والصيف لبلاد إيه؟ بلاد الشام. ماشي، والتاجر. تمام؟ طيب، ماشي. فبرضه نخرج تجار من أهل مكة يروحوا يتاجروا عشان نجيب مواد زراعية أو زراعة يعني من اليمن، وناكل ونشرب وتوابل وهكذا. طيب مش البضايع دي محتاجة أسواق. يعني مش دلوقتي مش التاجر عشان يعرض بضاعته لازم سوبر ماركت بقى، سوق في الشارع أي حاجة. عملوا سواق زي سوق ذي المجاز ومجنة، دول إيه أشهر سوقين تجاريين في مكة. خضار بقى، توابل، قماش، هدوم، لبس، كله في الأسواق دي. هتلاقي إيه زي الوكالة بتاعتهم بقى على سوق الجمعة وهكذا. طيب، أشهر القبائل اللي سكنتها طبعا قريش، مش محتاجة قبيلة نفسها. وبالمناسبة اتسمت قريش علشان جاي من سمكة القرش. إن قريش الأكبر اللي هو اسمه النضر بن كنانة كان في رحلة في البحر الأحمر، فطلعت عليهم قرش فاصطادوه. فساعتها بقى خد القرش ده وداه لمكة فرحان إن هو بقى بطل قومي يصطاد قرش. فساعتها نسبوا القبيلة الإيه سموها قريش، جاية من سمكة القرش. خلاص، يعني القصة دي حكاها ابن عباس الصحابي المشهور رضي الله عنه وارضاه. حلو. تعالى بقى ايه يثرب، مدينة النبي عليه السلام ايه للهجرة، بس هي كانت قبل الهجرة اسمها يثرب. ليها مقصد ايه اكيد. يثرب برضو تقع فين؟ شمال مكة. يعني مكة تحت، يثرب فوق. زي القاهرة اسكندرية، القاهرة تحت، اسكندرية ايه فوق. يبقى اسكندرية شمال ايه القاهرة. طيب، قال لي يثرب لها مقصدية عشان هي واحة زراعية، أرض زراعية فيها آبار. عكس مكة ما كانتش أرض زراعية، مكة كلها جبال محدش يعرف يزرع فيها. ومدينة تجارية، يعني يثرب كمان بالتاجر على طريق القوافل بين اليمن ومكة والشام. يعني يثرب هي كمان محطة استراحة. محطة ايه؟ استراحة. ماشي، انا اقعد في مكة النهاردة وبعديها مثلا لما اروح يثرب بعد اسبوع اقعد فيها تاجر واشتري وابيع. زيها زي ايه مكة، بس مكة طبعا اعلى شوية. خلاص. سكنتها قبائل عربية زي مين؟ الأوس والخزرج. الاتنين دول بقى كانوا كلاسيكو بتوع يثرب، الأهلي والزمالك. بس الأهلي والزمالك بقى في الحرب، يعني نازلين بعض حرب، كل قبيلة عايز يسيطر على التاني. طب الأوس والخزرج دول منين؟ من اليمن، عشان النهار هاجروا من اليمن عشان النهار سد إيه؟ مأرب. وطالما قلت لك من اليمن هم إيه؟ قحطانيين. خلاص. وكمان يثرب اللي هي المدينة سكنها بعض القبائل إيه؟ اليهود. فيها 3 قبائل هناخدهم، اللي هم القريظة وبني قينقاع ومين؟ بني النضير. ماشي؟ تمام. يبقى اليهود والأوس والخزرج عاشوا ايه؟ عاشوا في سلام وفي تواتر ونبات. ماشي. واليهود ايه؟ طبعا اليهود شطار في التجارة يعني، سكيل، فكانوا ايه؟ أغنياء وبيسلفوا الأوس والخزرج وكده. تعالى بقى نشوف ممالك الشام والعراق. ممالك الشام والعراق عندنا 3 ممالك في الشام ومملكة واحدة في العراق. بتاعت العراق الوحيدة اسمها الحيرة، هي يعني ايه؟ محيرة العراق، يعني مفيش غيرها. طيب، ال3 بتوع الشام واحدة اسمها الغساسنة، هي والحيرة هينزلوا ضرب في بعض. الغساسنة كانت تبع هم كانوا عرب عاملين نفسهم يعني مستقلين، بس كانوا حلفاء الرومان. ماشي. الحيرة الناحية التانية كانوا حلفاء لايه؟ للفرس. فبالتالي الغساسنة والحيرة بيحاربوا بعض ايه؟ بالوكالة. يعني بدل ما فارس والروم اللي هم دولتين كبار ينزلوا في خناقه في بعض ونخسر بقى والعالم كله يروح فيها، لا، يخلي الصغيرين يحاربوا بدلنا، وكل واحد بقى يتشطر على التاني حسب دعمه للصغير بتاعه. فهمت؟ طيب، وفي الانباط وفي تضمر. في الانباط وفي مين؟ تضمر. تعال نشوف اهم واحده هي الغساسنه. ايه الغساسنه؟ اهم ايه واحده. طيب يا مستر، الغساسنه نشأت ليه او ازاي او امتى؟ قال لي ترجع الى قبائل الازد.
طب ايه القبيله دي؟ قبيله هجرت من اليمن بعد انهيار سد ايه؟ مأرب، واستقرت في بدايه الشام. يعني اهل اليمن اهل سبأ بعد ما السد انهار، في بل اللي راح يثرب زي ما احنا قلنا في المدينه، في اللي راح الشام، في اللي راح العراق. يعني ايه كل واحد حسب بقى، زي كده بالظبط ايه احنا كمصريين لما بنحب نسافر او نهاجر، اللي يروح دول الخليج، اللي يروح ليبيا، اللي يروح اوروبا، اللي يروح كندا، كل واحد حر. ماشي؟ طيب عاصمتها كان ليها عواصم كتير، كل حاكم يغير العاصمه. زي مصر مثلا، مصر كانت زمان عاصمتها اسكندريه، وبعدها فسطاط، وبعدها دلوقتي القاهره. ماشي؟ نفس الفكره، بس اخر عاصمه استقلت فيها الحمد لله كانت الجابيه. فين الجابيه دي؟ في الجولان. الجابيه دي ايه؟ في الجولان. الجولان دي ارض سوريه، اسرائيل دخلتها في 67. ماشي؟ لسه دلوقتي تبع اسرائيل. تمام. سقوطها بقى، يعني سقطت امتى المملكه دي؟ نهايتها يعني اتقضى عليها امتى؟ اتقضى عليها من المسلمين في موقعة اليرموك، نار على العالم بقى، سنه 13 هجريه، اللي سيدنا خالد بن الوليد انتصر فيهم على الروم. ماشي؟ مع نهايه القرن السادس، يعني القرن السادس هو 500 وحاجه، اللي هو مع بدايه ظهور الاسلام. يعني كان لسه الاسلام لسه اسلم ماويش، لسه المسلمين ما هاجروش، بس كانت السنه المملكه دي بدات تضعف بقى، الحكام بيقعدوا يتخانقوا مع بعض، فطبعا المملكه ايه؟ تضعف. وكان اخر ملوكها واحد اسمه جبل بن الايهم. جبل بن الايهم الذي ساند الروم في مواجهه المسلمين. بقول لك كانوا حلفاء للروم، فساندوا الروم ضد ايه؟ مواجهه المسلمين في موقعة اليرموك. جبل بن الايهم ده على فكره بالمناسبه اسلم، يعني هو اسلم، دخل مكه وهو بيطوف حوالين الكعبه، فواحد بيطوف وراه فخبط هدومه بالغلط. زي كده انت بتبقى ماشي تكعبل مثلا، تدوس على واحد بالكوتشي بتاعه، مش عارف مين، عادي يعني الموضوع بيحصل. فالراجل قال له انا اسف. فجبل بن الايهم قال له انت بتدوس على هدومي ولبس الملك ومش عارف مين، طب تعالى ايه؟ تعالى. راح ضربه بالقلم. ما جبل بن الايهم بقى ملك يعني واخد فالراجل راح اشتكى لسيدنا عمر. سيدنا عمر جاب جبل، قال له عملت كده؟ قال له اه. قال له طيب يا راجل يا فقير اضربه، اضرب جبل بالقلم، خد حقك. جبل ساعتها قال له ازاي؟ ده انا ملك وتعاملني ازاي بيه؟ قال له هو ده العدل. قال له طب خلاص انا مش عايز العدل، مش عايز الدين بتاعك. راح ارتد وراح ايه؟ سند الروم بقى ضد المسلمين. طيب تمام. وموقعة ايه؟ في موقعة اليرموك سنة كام؟ 13 هجرية. خلاص. بالمناسبة برضو موقعة اليرموك مختلف هي كانت امتى، هي 13 يا 15، يعني المؤرخين مختلفين. يعني الطبري وده احنا واخدين بيه في المنهج قال لك انها 13، ابن كثير قال لك 15، بس احنا هناخد ب 13. انا بس ايه؟ كده السنين اصلا ما بتجيش يعني. خلاص. طيب. فطبعا المسلمين ايه؟ انتصروا، فالغساسنه راحت بقى ايه؟ بقت مجرد ذكر في التاريخ. ماشي. مملكه اسمها الحيره. يا حيره دي نشأت امتى؟ في القرن الثالث، برضه نتيجة هجرة قبائل ايه؟ يمنية. القرن الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو 200 وحاجة ميلادية. ماشي؟ عاصمتها الحيرة، تقع جنوب الكوفة حاليا، يعني تحت في العراق. يعني هي العاصمة نفس اسم المملكة. سهلة جدا ايه؟ زي دلوقتي ايه هي عاصمة الجزائر؟ الجزائر. يعني العاصمة تسمع اسم الدولة؟ ايوه. عاصمة الكويت. عاصمة تونس. لسه حضرتك موجودة النظام ده عادي. ماشي؟ فالموضوع سهل جدا يعني. فين عاصمة دي؟ غرب نهر الفرات. يعني نهر الفرات واقف عليه شمالك العاصمة. طيب. اشهر ملوكها اسمه الملك بتاعها اللي هو كان بقى مقطع السمكة وديلها؟ النعمان بن المنذر. يا ده كان ملك قوي جدا يعني. طبعا للفرس طبعا. ماشي. دي طبعا ايه؟ دي طبعا زي ما قلت لك كانت طبعا الفرس، الحضارة الساسانية الفارسية. ماشي. وكانت تساند الفرس ضد مين؟ ضد الروم والغساسنة. يعني العرب كانوا منقسمين، مملكتين متخانقوا مع بعض، مملكة عربية في الشام تبع الروم. ماشي. ومملكة تانية عربية برضو تبع ايه؟ تبع الفرس، والاتنين اتخانقوا مع بعض. وده بقى ايه؟ في الديانة. يعني دلوقتي الديانة متوقع تبقى ديانة الغساسنة ايه؟ الروم. طب الروم كانوا ايه؟ دي مسيحيين صح؟ يبقى ديانة الغساسنة مسيحيين هم كمان. طيب الحيرة كانوا ايه؟ بالظبط الحيرة كانوا الفرس قصدي كانوا مجوس، فالحيرة برضه نفس الفكرة. فده متسهل ايه على بعض. مظاهر الحضارة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور ايه؟ الإسلام. حياة سياسية، دينية، اقتصادية، فكرية، علمية، اجتماعية، مهلبية. طيب تعال نشوف.
الحياة السياسية قال لي انقسم النظام السياسي في شبه الجزيرة إلى قسمين، قبلي وشبه ملكي. قبلي يعني شيخ قبيلة يعني، ده كانت غالب في شبه الجزيرة العربية، أي صحراء فيها شيخ قبيلة، خدها قاعدة كده، أي صحراء. ده كان طبعا في البدو، ما اللي بيسكنوا الصحراء بدو. والنظام شبه الملكي اللي هو في اليمن والشام والعراق، اللي هي الحضارات قلنا عليها، غساسنة، حيرة، حمير، تدمر، الحاجات دي كلها. طيب تعالى ننزل تحت. اللي عندنا النظام القبلي ده اللي كان النظام السائد. خلي بالك اغلب السكان كانوا ساكنين في الصحراء، مش ساكنين في المدن الحضريه زي ايه الحيره وغساسان. لا، كان السكان اغلبهم ساكنين بقى في مكه، المناطق دي اللي هي جوه في الصحراء. قام على ان القبيله هي الوحده النظام السياسي، وتخضع لدستور من العرف والتقاليد يربط افرادها رباط الدم والنسب. هي لو نظام انا اخويا على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. ويلتزم الفرد بتأييد مصالحها والعمل من اجلها. يا ابني انتوا اللي غلط. قال لك انا عارف ان انا غلط، بس انا ما ساندش يعني هروح احارب قبيلتي؟ لا، انا احاربكم حتى لو على باطل. نفس الفكره. طيب عناصر النظام القبلي قال لي رئيسهم اللي بيدير القبيله اسمه شيخ القبيله، ماشي، اللي هو شيخ العربي يعني. طيب يتولى إدارة القبيلة، حيث هو اللي بيقود المعارك، يستقبل الوفود، يعقد المعاهدات، رئيس الدولة يعني أو الملك. كل دي سلطات تنفيذية. ويفصل بين النزاعات، يعني قاضي، يعني هو رئيس وقاضي في نفس الوقت، ماشي، والكل في الكل. طيب مجلس القبيلة ده بقى الايه، شوية الشيوخ الصغيرين اللي بيدربهم الشيخ الكبير، يعني انت عشان ما اموت تورثوني من بعدي يعني، ماشي، مستشارين يعني. يضم زعماء القبيلة وكبار مشايخها الذين يتولون مهام شؤون ايه القبيلة، زي مهام دار الندوة. دي كانت ايه في مكة. كان دي زي ما يقولوا كده برلمان مكة، اللي هم كانوا كبار مكة، ابو جهل بقى وابو لهب والناس دول يجتمعوا فيه، ونشوف مثلا هنعمل ايه، هنتاجر، هنعمل ايه، الازمه نحلها ازاي، وهكذا. تمام. طيب قال لي ولم تسر على العلاقات بين القبائل على وتيره واحده، فقبيله تحارب الثانيه، وقبيله تسالم الثانيه، وقبيله تتحالف مع الثانيه، نظام بس سياسي، ماشي. زي مثلا طب يتخانقوا على ايه؟ النزاع على الماء والمرعى، ما صحراء، فلما نشوف بير ميه انا عايز اشرب وانت عايز تشرب، ما ينفعش اتنين نشرب، ما ينفعش، هو كده، هو ده النظام. فنعمل ايه؟ واحد فيها بيقتل التاني، واللي يفوز هو اللي يشرب. الاخذ بالثأر، انا قتلت اخوك، انا قتلت اخوك، هتسكت؟ لا، تقوم انت قاتلني، تقوم انت ايه، تقوم انت قاتلني. الاخذ ايه مفيش بقى حاجه اسمها نروح للقضاء، مفيش الكلام ده. من اشهرها مين؟ حرب بسوس. حرب بسوس دي قامت على ايه؟ على جمل، واحد قتل جمل، حاربوا بعض عشرات السنين وقتلوا في بعض كلهم. طيب وحرب تانية، حرب الايه، حرب الفجار. حرب الفجار دي كانت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، كان صغير ساعتها يعني، شاهدها مع قوم وهو صغير، يعني كان شاب في الاعدادي مثلا، عنده 15 سنه 14 سنه كده يعني، سن اعدادي دلوقتي يعني. طيب كان زي ايه زي ايه الاحلاف؟ احنا خدنا حروب، كان ناخد حلف. قال لي زي حلف الفضول، ده كان في مكه. حلف الفضول ده كان ايه؟ في مكه. حتى النبي عليه السلام، طبعا حلف الفضول ده كان ايام الجاهليه، حتى النبي عليه السلام شهد ليه حلف الفضول ده ان هو حلف كويس، وقال لو انا دعيت ليه كنت هصدم بليه. حلف الفضول ده كان عباره عن ان واحد مظلوم، واحد من مكة، اللي هو أبو سيدنا عمرو، اللي هو العاص بن وائل، مش سيدنا عمرو اسمه عمرو بن العاص، هو بقى أبوه العاص بن وائل. ظلم شخص يمني، شخص يمني ده كان واخد حاجة يتاجر في مكة، فعاص بن وائل خد خد البضاعة وما رضاش يديله فلوس، هو كان نظام البلطجة. فساعتها الراجل ده وقف في جبل مكة، قال لهم يا جماعة حد يساعدني، حرام عليكم، ومفيش هنا في المدينة دي حد حقاني. فساعتها بقى كبار مكة كان على رأسهم عبد الله بن جدعان، اجتمعوا قالوا لا، احنا لازم ننصر المظلوم ونقف مع الراجل ده او غيره، عشان ايه؟ تبقى مكة دولة ايه؟ عادلة، ماشي. فاحنا تسمى حلف الايه؟ الفضول. طيب النظام شبه الملكي كده، احنا خلاص النظام القبلي. طيب تعالى نشوف النظام شبه الملكي. واتسمت حرب الفجار عشان قتلوا بيها في الاشهر الحرم، دي كانت اشهر العرب متفقين فيها ان هم ما يقتلوش، فحتى مش قادرين يستنوا لو الاشهر دي لا احنا هنقتل بعد في اي وقت يعني، سيبك من اتفقنا عليه، ماشي. النظام شبه الملكي قال لي ده كان نظام وراثي وشبه ملكي، قام ايه في اليمن والغساسنه والحين، هي مدن الحضاريه. وتاثر بعض هذه الممالك بالنظام السياسي للفرس والروم. خلاص الفرس اللي كانوا بيحكموا بعض، نظام الامبراطور يقعد يورث ايه، يورثه بقى لابنه وهكذا.
طيب شبه الملكي ده كان الدولة الحضارة فيه دي أو الدولة تدار إزاي؟ بطريقة أشيك شوية. فعندنا الملك ده الكبير البيكستراكت بوس يتولى إدارة شؤون البلاد وحماية حدودها وحفظ الأمن. كبار الموظفين يساعدون الملك في الحكم وإدارة شؤون البلاد. مستشارين يعني. حكام الأقاليم هم نواب الملك في إدارة الأقاليم ويسمى كل منهم كبيرا زي محافظ. يعني تخيل المحافظ دلوقتي نقول عليه كبير كفر الشيخ، كبير القاهرة يعني محافظ القاهرة وهكذا. مجلس عام يتبع الملك يتكون من كبار الأثرياء الموظفين والكهنة، النواب يعني مجلس النواب. فبنجيب بيه الكبارات بتاع البلد عشان يساعدوا الملك يراقبوا الوضع معاه كده يعني. طيب طبعا الجيش أهم حاجة عشان نحفظ أمن المملكة بتاعتنا، الدفاع عن المملكة مش محتاجة يعني. حلو كده. تعالى بقى الحياة الدينية. قال لي العرب قبل الإسلام كانوا يعني فيها مجموعة أديان يا لهوي كتير قوي، سواء سماوية أو وضعية. وضعية يعني إيه؟ يعني ديانات وضعها الإنسان من دماغه. واحد صحي الصبح كده قال لك صح في فكرة ديانة كده ونعبد إله غريب، هو كده ماشي، مش حاجة نازلة من عند ربنا خلاص. طيب معلاش كتاب سماوي يعني نزل من فوق من عند ربنا. طيب تعالى ناخد الديانات السماوية عارفينها طبعا كلنا. الحنيفية دي الديانة بتاعت سيدنا إبراهيم ماشي، عرفت في مكة لذلك عرف أهلها التوحيد، وظلت طائفة منهم على الحنيفية حتى ظهور الإسلام زي ورقة بن نوفل. زي ورقة مين؟ ورقة بن نوفل اللي هي ناس كانت عارفة إن في سيدنا إبراهيم وفي ربنا، بس ملهاش كتاب يعني، زي ما نقول كده توحيد، بس توحيد على خفيف يعني، فاهم؟ ما فيش نظام التشريعات بقى، طب مش عارف الميراث، طب مش عارف البيع والشراء، لا حاجة خفيفة جدا. النظام اللي هو شهادة أن الله أن محمد رسول الله، مفيش بس صيام وزكاة، لا هي حاجة خفيفة يعني. طيب اليهودية طبعا مشهورة، ديانة اللي نزل التوراة كتابها التوراة ماشي، ديانة موسى عليه الصلاة والسلام. انتشرت في مناطق قليلة وخاصة في خيبر ويثرب وفي حمير باليمن، حتى كان ملك حمير عايز يروح يهدم الكعبة ساعتها. طيب بالمناسبة برضو اليهود هاجروا في زمن الامبراطور تيتوس وهادريانوس عشان الرومان كانوا اضطهدوا اليهود ساعتها هربوا ماشي. وقد اكرم العرب اليهود عاملهم معاملة حسنة. حلو الكلام. المسيحية اللي هي النصرانية ديانة سيدنا عيسى انتشرت بين العرب في الغساسنة ماشي، والحيرة بالعراق وفي أجزاء من اليمن. الحيرة أنا آسف عشان أصحح معلومة أنا قلتها غلط، الحيرة كانوا مسيحيين مش مجوس، خلاص بعتذر ماشي اتلخبطت. طيب العبادات بقى الوضعية اللي هي بقى نظام الكيف، نظام الكيف الهوى، زي عبادة الأصنام دي أشهرها طبعا، ده أغلب العرب كانوا بيعبدوا الأصنام والأوثان. كل قبيلة عندها صنم، هبل واللات والعزى ومنان حتى ذكر في القرآن ماشي. وأقامت لها المعابد وقدمت لها القرابين، أنت تروح تذبح مثلا عجل أو حاجة للصنم ده ماشي. طيب الصابئة دي كانوا بيعبدوا الكواكب والنجوم والشمس بقى، زي سبأ في قصة سبأ في القرآن لما كانوا بيعبدوا الشمس بالقيس، هي دي الصابئة. انتشرت في الرقة وحران بالشام وفي اليمن طبعا خلاص. المجوسية دي عبادة النار بتاعت أهل فارس، تقوم على عبادة إلهين أحدهما للخير والآخر للشر. انتشرت في شرق الجزيرة العربية نقلا عن الفرس. طيب شرق الجزيرة بقى اللي هي البحرين واللازم منه يعني. طيب اللي هي دلوقتي زي البحرين يعني كده. الحياة الاقتصادية كانوا بياكلوا ويشربوا منين؟ قال لي الراعي اللي هو الراعي انت ترعى عشان تربي يعني، تربي غنم مواشي كده. كانت الحرفة الصيد دي كانت أهم حاجة، حيث تغلب عليها الطبيعة الصحراوية، وقد انتشرت بها تربية الإبل والأغنام والماعز. لكن ما فيش حاجة اسمها تربي بقر أو جاموس في الصحراء، ما يستحملوش، دول اللي يستحملوا. طبعا الجمل سفينة الصحراء، والأغنام والماعز برضو حمالين أسية زي الجمل كده في الصحراء.
لكن الجاموس والماعز اصلي في الجاموس والبقر دول لازم بقى نهر بقى وارض وطراوه وكده، يا اما يموتوا منك. عشان كده ايه في الجزيره العربيه مفيش الكلام ده. خلاص. طيب الزراعه مفيش نهر هناك، فالزراعه تبقى قليله على ما تفرض يعني، عشان الميه قليله. يقتصر في شبه الجزيره على الاجزاء الشماليه في بدايه الشام، اللي هو ايه، عارف ان في الشام في شويه كده ايه، نهر كده وشويه حاجات يعني نقدر نمشي بيها الدنيا. والاجزاء الجنوبيه في بلاد اليمن لا زي سد مأرب. طب اليمن ما فيهاش نهر بس فيها امطار، يعني الدنيا برضو ايه سد معانا فيها ابار وكده. مناطق الابار والعيون في الوسط والاطراف. طب قاموا فيها الزراعه ليه؟ عشان وجود التربه الخصبه وتوافر المياه. هو في ميه او قصدي نعمل زراعه في ارض قحله ولا ما فيهاش ميه؟ لا اكيد طبعا. والاهتمام بمشروعات الري زي سد ايه؟ سد مأرب. طب انتجوا لنا ايه في الاخر؟ انتجوا لنا النخيل اللي هو التمر والخضروات. مفيش بقى حاجه اسمها تفاح وكمثرى والحاجات الدلع دي، احنا بقول لك في صحراء، فنحمد ربنا، نحمد ربنا اللي احنا عرفنا نطلع حاجه. خلاص. طيب الصناعه، طبعا ايه الصناعه بتتكلم زمان، ويعني طبعا الصناعه تبقى ايه بدائيه. طبعا مش هنهتم غير بصناعه السيوف والرماح، عشان بقول لك كل يوم في حرب. احنا اليوم اللي محرمين في الحرب مش قادرين نستناه يعدي وبنحارب فيه هو كمان عادي. والحلي وادوات الزينه من اللؤلؤ المستخرج من الخليج ايه العربي، اللي هم اهل الامارات والبحرين وكده كانوا بيستخرجوا اللؤلؤ، وايه الحته دي منتشر فيها اللؤلؤ يعني. تمام. طيب يعني حتى واحنا بنحارب لازم يعني ايه نعمل الحاجات الذهب والحاجات دي للستات. يعني يا ست انا بحارب يا ست وانا فاضيلك، لا انا مش هقعد في البيت لوحدي، لازم اقعد اتزين وكده. ماشي. طيب التجاره في شبه الجزيره قال لي ازدهرت. ليه؟ عشان الطرق الممهده ومعرفه العرب بالدروباء. انت في صحراء، انت في صحراء يعني لو تهت مت. مفيش ميه، مفيش ايه ميه، فانت محتاج حد تقيل خبره. فتخيل انت بقى واحد جاي لك من الشام ولا واحد رومي ولا فارسي، هو عايش عرفه بالحته دي، فلازم واحد عربي يرشده. وحتى العرب ذات نفسهم ما كانش كل العرب بيتاجروا، فلما واحد بيسافر وانا مش عارف الطريق استعين بواحد عربي زيي اخويا مثلا واحد من القبيله يجي يقول لي. زي النبي عليه السلام استعان بعبد الله بن أريقط في الطريق عشان يروح يدله زي يروح المدينه. الموضوع ما كانش بقى فيه جوجل مابس والحاجات دي، الموضوع صعب جدا. ماشي. زي دلوقتي انت مثلا ما تعرفش تمشي من غير جوجل مابس، ما تعرفش توصل. تخيل انت في المدينه، ما بالك بقى في الصحراء. يعني الوصول مش الوصول توهان، الوصول انت هتموت لو ما وصلتش، انت هتموت. تمام. وتحرى العرب منازل مواقع الكواكب والنجوم للاهتداء بها في البر الايه والبحر. دي بقى حاجات جغرافيا بقى. ماشي. اللي هي بقى نظام البوصله والحاجات. طبعا ما كانش فيه بوصله اياميها، بس انا ايه يعني بشبهها لك يعني. خلاص. ايه بسال فيها واحد بتاع فلك هو اللي يفيدك اكتر في الموضوع ده. طيب الموقع الجغرافي المتوسط لشبه الجزيره العربيه، يعني مثلا زي ما مثلا اشوف النجم ده، في النجم ده بيظهر مثلا في اليمن، فكده كده ماشي في طريق اليمن مثلا يعني. طيب على الموقع الجغرافي المتوسط لشبه الجزيره العربيه، فهي حلقه الوصل بين الشرق والغرب، تعددت طرق التجاره به. تخيل انت بقى في منطقه شمالك البحر الاحمر اللي بيفصلك عن ايه افريقيا، فبالتالي اي حد عايز يروح افريقيا لازم يعدي على الجزيره العربيه عشان يركب البحر الاحمر. الكلام ده لو من اسيا. ماشي. طب اي واحد من افريقيا عايز يروح اسيا لازم برضه يعدي شبه الجزيره العربيه. تمام. فانت في منطقه استراتيجيه جدا، حلو قوي. طيب واخد ناصيه حلوه في الشرق الاوسط يعني. يبقى الجزيره العربيه تشرف على سواحل البحر الاحمر اللي هو بنسميه بحر القلزم. سموه القلزم عشان كان ضيق، هو البحر الاحمر بحر زغنطوطه يعني. والخليج العربي بحر العرب، ولها نشاط تجاري مع في افريقيا والجزر الاسيويه، وطبعا فارس واوروبا والهند ولازم يعني. وامتلاك اليمن اسطول تجاري ينقل البضائع القادمه من الهند والصومال والحبشه الى موانئ ايه الشام. يعني اليمنيين عشان كانوا واقعين على البحر، فكانوا شطار قوي في الايه في السفر عن طريق البحر، كنا بنستعين بيه. وشهره مكه التجاريه، خلاص احنا قلناها عشان ايه رحله الشتاء والصيف. ماشي. ومركزها الذي يتوسط بين الشام واليمن، وطبعا الكعبة وهكذا. واستخدام العرب العملة في معاملاتهم التجارية، فكانوا بيستخدموا عملة مين؟ الدينار الذهبي بتاع الرومان، والدراهم الفضية بتاعت فارس، مع استخدام المقايضة في الأسواق. مش انت دلوقتي المقايضة دي اللي هو نظام ايه؟ اللي هو نظام معايا 2 كيلو خيار وانت معاك مثلا يعني 4 كيلو تفاح. انت محتاج الخيار بتاعي وانا محتاج التفاح بتاعك، خد ده
واديني ده، مفيش فلوس، لا انا النظام اللي احنا بنبدل ايه بضيع ببعض، يعني خد اللابتوب بتاعي واديني الموبايل. ماشي. طيب فالموضوع كان سهل زمان. يعني انت دلوقتي مثلا يعني انت عايز تسافر امريكا سياحه بقى او شغل، فلازم تاخد دولار من مصر. تعالى روح بقى البنك واقعد لف وتعالى يقول لك مفيش دولار، لو فيها يديك 100 بس. يا عم 100 دي اعمل بيها في امريكا، انا محتاج 1000. لا، تتخيل بقى لو امريكا ومصر الاثنين عملتهم واحده، عملتهم ايه واحده، انا خلاص اروح اجيب بسهوله جدا. زي ما تروح تتكلم بين القاهره واسكندريه او القاهره واسوان، ما بتعانيش من حته فلوس، ان هي عمله واحده، يعني هو الجنيه. ماشي. طيب الموضوع كان زمان ايه سهل وبسيط. تعال بقى نشوف الحياه الفكريه والادبيه. يا نهار ابيض في الادب والشعر، يا لهوي. طبعا الشعر والخطابه دول في حته ايه، في حته تانية يعني مش محتاج. من اشهر الشعراء النابغه ايه الذبياني، ده كانوا عاملين بيعملوا اسواق للشعر ده. الشعراء يتجمعوا كل اسبوع مثلا، كل واحد يقول القصيده اللي الفها، اما بيقعدوا يفتخروا بيه. النابغه الذبياني بقى وعنتره ومش عارف قيس بن مش عارف ليله بقى كبيره، وزهير بن ابي سلمى وهكذا. العلوم، حد يقول لي هو في علوم في الجزيره العربيه في الوقت ده ايام الجاهليه؟ كان في، بس طبعا حاجه ايه على ما تفرج، يعني حاجه قليله جدا يعني، بس كان في. زي مثلا الطب، زمان كانوا بيتداووا ايه بالاعشاب، اللي هو بيسموها مش عارف الطب الطبيعي او التداوي الطبيعي، حاجه زي كده. كان اشهر الدكاتره مين؟ اسمه الحارث بن كلدة الثقفي. ده على فكره هيسلم في الاسلام، يعني هيحضر الاسلام وهيسلم، هيبقى صحابي. الذي لقب ايه بطبيب العرب. ده كان اعلم واحد ايه في الطب عند العرب. الفلك، ما انا بقول لك فوق عرفوا مواقع النجوم والكواكب، يعني ايه كانوا كويسين في الفلك، يعني الكوكب ده اسمه كذا، النجم ده اسمه كذا وهكذا. والانواء، ايه الانواء دي؟ اللي هو وقت هبوب الرياح ونزول الامطار. دي جغرافيا نقدر نقول، هبوب الرياح ونزول ايه الامطار. طيب والطقس وكده. الهندسه استخدموها في بناء السلوك زي سد مأرب، ما خدناش سد غيره، ده اهم حاجه. وشق الطرق في الجبال لربط القرى ايه والمدن. ماشي. طيب لا طبعا كانوش زمان في نظام الاسفلت وكده، بس نظام ايه اللي احنا مثلا الطريق ده نشيل فيه مثلا الصخور، الرمل اللي بيغرق ده، ومش عارف مين اللي بيشفطك لتحت وهكذا، بحيث نسهل ايه حركه التنقل يعني. الفنون والعماره، قال لي زي النحت. مين النحت؟ اللي هو ايه تمسك صخره تقعد تدق فيها في الشاكوش، بس بدل الصخره نسميه جبل عشان الجبل كبير، فايه تقدر تسكن فيه لو دقيت فيه بالشاكوش، تسهل لك الدنيا يعني. تأثر العرب في فن النحت بالحضارات المجاورة زي الرومان والفرس، وكان من أشهر مدينة الحجر بدولة الأنباط. مدينة الايه الحجر. مين مدينة الحجر دي؟ معلش مين يعني؟ دي ديار ثمود، هم قوم سيدنا صالح اللي كان بيسكنوا الجبل وماشي، الذين كانوا ينحتون البيوت ايه في الجبال. دي نعمة ربنا أنعمها عليهم بس جحدوها. القلاع والحصون كانت تبنى حول المدن لحمايتها، لازم قلعة زي قلعة قايتباي كده عندنا في مصر. من أهم القلاع اسمها قلعة القسطل في الغساسنة، قلعة الايه قسطل. وعندنا معابد وديرة وأديرة زي معبد الشمس باليمن. ما انا بقول لك اليمن افتكرها بالقيس كان بتعبد ايه الشمس. ودير هند بنت النعمان بالحيرة، زي كده مثلا الدير البحري بتاع حتشبسوت وكده، يعني ايه تروح تعبد الملكي ده وتقدم لها قرابين وكده، هي بنت النعمان. كل ده في ايام جاهليه. وكنيسه الرصافه بالايه غساسين. ماشي. ما بقول لك الغساسانيين كانوا ايه مسيحيين، وزي الحيره وزي الروم. تمام. القصور، مش الحاكم ده محتاج قصر ولا يقعد في شقه، يقعد في قصر طبعا. كانت تبنى للملوك والامراء، من امثلتها قصر غمدان في صنعاء، الخوارنق في الحيرة، والمشتى في الغساسنة. ربنا يكون في عوننا في الأسامي دي. بجد يعني دي أسامي محتاجة دكتوراه في اللغة العربية. ماشي. طيب الحياة الاجتماعية، قال لي ينقسمون إلى بدو وحضر. يعني الناس منقسمة طبقتين، بدو وحضر. طبقات المجتمع، قال لي انقسم المجتمع العربي لعدة طبقات حسب الحالة الاقتصادية بتاعتك والمكانة الاجتماعية، يعني انت غني ولا فقير ولا ابن الشيخ ولا ابن غفير ولا الكلام ده كله. الاصل الذي ينتمي اليه اصحاب كل طبقه. وقد ظهر ذلك في نمط حياتهم وملابسهم ومساكنهم. فاهل البدو مثلا كانوا بيعيشوا في الخيام،
او البيوت التي بنيت من الطين او جذوع النخل، حاجه بدائيه يعني. لكن اهل الحضر زي الحيره والغساسنه لا، يعملوا بيوت بقى من الحجاره ذات طوابق متعدده وادوار كمان، يعني زي دلوقتي مثلا قريبه شويه. خلاص طيب، ده بقى الهرم الاجتماعي. فعندنا الطبقه العليا اكيد في كل حته زي الملوك والاحرار والاغنياء من التجار واصحاب الاراضي الزراعيه والمراعي الواسعه. الطبقه الوسطى الصغار التجار لسه بيحترفوا في التجاره، ملاك الاراضي الزراعيه المحدوده واصحاب الحرف. والطبقه الدنيا دي بقى غالبيه المجتمع، الفقراء والاتباع والعبيد. يعني ايه موالي او اتباع؟ زي مثلا دلوقتي مثلا يعني زي ابن السبيل، يعني ابسطها لك ازاي؟ زي مثلا اخواتنا السوريين اللي عايشين في مصر، او السودانيين، او اي طائفه او اي جنسيه عايشه في مصر. ماشي، بيبقى ناس كده بسيطه، يعني ناس جايبه من بلدها متهجره، معهاش فلوس والدنيا هو شخص حر، يعني هو حر بس هو محتاج مساعده، فقير شويه. فانت مثلا بقى انت مثلا كشخص تقف جنب جارك السوداني مثلا، تساعده، تقول له انا هحميك، هوفر لك شغل، اوراقك هساعدك فيها وهكذا. ده بنسميه الموالي او الاتباع، ماشي بالتبسيط يعني. طيب اللي انا دلوقتي بنسميه ضيف او لاجئ. تمام. طيب، العادات والتقاليد. قال لي العرب كان عندهم حاجات حلوه وحاجات وحشه زي اي مجتمع. قال لي الحاجات الوحشه دي ارتبطت بالمعتقدات الدينيه الخاطئه. طب زي ايه؟ زي عشان كانوا بيؤمنوا بالسحر والتنجيم. السحر والتنجيم، وقدره القوى الخفيه من الجن على جلب الخير بعد الشر. ماشي. طيب، العادات الايجابيه زي الكرم، الشجاعه، العفو، الوفاء بالعهد. كلمه العربي سيف، يعني كلمته احسن من العقد ذات نفسه اللي في ايدك. ورفض الذل، يعني اوعى تهين، لو هنته يقتلك، يعني ما تفكرش في الحته دي. نخوه، يعني عنده نخوه. طبعا الحاجات الوحشه زي شرب الخمر، الاخذ بالثأر، لعب الميسر، قمار يعني، العصبيه القبليه زي ما انا قلت لك. مش عارف انا يا عم، انا قبيلتي الغلطان هقف معاها برضه، انا دي قبيلتي ما ينفعش اسيبها. والاغار على طرق القوافل اللي هو قطاع الطرق يعني. خلاص. ووأد البنات دي كانت عند بعض القبائل كانت قليله جدا مش كتير يعني. بس فكره فكره ان البنت دي مثلا انا ما بحبش البنات وحشه، فبنتي دي ملهاش لازمه، فتعالى نوقدها، انا كده كده مش هتستفيد منها حاجه. بس دي زي ما بقول لك ما كانش دماغهم كلهم كده يعني، كانوا قليلين جدا يعني. بس اغلب القبائل عادي البنات كان ليها دور كبير. حتى هناخدها بقى تحت دور المرأة في العالم العربي، في المجتمع العربي في شبه الجزيرة. قال لي فالمرأة كان ليها دور مهم، فعملوا بغزل الصوف الغنم وأوبار الإبل. ماشي، ده دور اجتماعي. زي دلوقتي مثلا الست مثلا تقعد تخيط في البيت، ماشي، تقعد وهكذا يعني. خلاص، تحضر مثلا أكل وتبيع وكده. شاركت أحيانا في المعارك. شاركت أحيانا فين؟ في المعارك. فكانت تضمد الجرحى، تربط لهم، تلف لهم، تحط لهم شاش، الحاجات دي كلها. وتسقي المحاربين، ماشي، هي اللي كانت بتجهز الاكل والشرب في الحرب للرجاله. وتقرع طبول الحرب للحث على القتال. فده طبعا دور عسكري، اللي هو نظام روح حارب احسن ما تيجي القبيله المعاديه تيجي تاخدني في الاسر. ترضى ان مراتك او اختك او بنتك تتاخد في الاسر؟ لا مش هرضى. طب يلا روح حارب. طبعا اروح احارب، مش هسيبك، مش هسيب حقي والكلام ده كله. طيب. وحظيت بعض النساء طبعا بمكانة عالية جدا في المجتمع العربي، زي بلقيس، حكمت في مملكة سبأ، ذكرت في القرآن، ما ذكرتش باسمها بس ذكرت اللي هي ملكة سبأ. وزنوبية ملكة تدمر. الاثنين دول حكم. بلقيس طبعا كان زمان قوي ايام سيدنا سليمان، وزنوبية دي كانت ايام الرومان. حتى زنوبية دي قرفت الرومان ودخلت مصر، على فكرة خدتها هي وابنها، بس ساعتها الملك الروماني تغلب عليها وخدها في الاسر بعد كده الروم. ما نعرفش نهايتها كانت ايه. دول الاثنين دول سياسي، مش حكموا بالسياسه طبعا. والسيده خديجه رضي الله عنها ام المؤمنين مارست التجاره. ماشي. طيب، حلو الكلام، حلو الكلام، الف مبروك، الدرس خلص. انا عارف اصعب حاجه فيه هي اسامي المكلكعه دي، بس معلش نشد حيلنا شويه تعريفات كده نراجع عليها. قال القبيله هي جماعه من الناس ينتمون الى اصل واحد مشترك، يعني كلنا من جدنا واحد، تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية للأهل والعشيرة. النظام ده أخويا بيتخانق تحت، ده أنا أنزل أضرب اللي بيتخانق. طب يا ابني ما فض،
ما تعرف بيتخانقوا ليه، حل الموضوع بودي، لا هو كده ماشي. اللي بنسميها العصبيه القبليه. الحنيفيه قلنا عباده الله على دين سيدنا ابراهيم. العبادات الوضعيه حاجات اخترعها الانسان، العبادات اللي اخترعها الانسان وقد تنقاها لغالبيه العرب. والثانيه هي عباده وضعيه، هو ربنا قال لك اعبد الصنم ولا انت اللي قلت لنفسك؟ انت قلت لنفسك عباده وضعيه. هي عباده الاصنام والاوثان. الصابئه نفس الحكايه، انت قلت لنفسك تعبد الكواكب والاصنام، اسف والنجوم، يبقى عباده وضعيه. المجوسيه قلت لنفسك ان انت تعبد ايه؟ النار، عباده وضعيه. ماشي تمام، حلو قوي كده. كده احنا خلصنا الدرس. درس محتاج اكتر حاجه بس احنا ايه، نركز شويه بس على حته الاسامي. هو احمدوا ربنا انت في الاول وفي الاخر كان زمان نظام اللي هو ايه السؤال بيجي بالحرف، يعني تحفظ كل حاجه. دلوقتي لا، ما بيعتمدش على الحفظ، بيعتمد بس على الفهم. فالاسماء دي مش هتجيلك، يعني هي ممكن تيجي عادي بس ايه قليل. لو جات لك يبقى سؤال سؤالين، يعني اللي هو نظام ايه، يسالك سؤال مباشر ماشي، بس ايه قليل. اغلب الاسئله بتعتمد على الفكر يعني والفهم. خلاص ماشي. تعالى بس نحل كده ايه سؤالين 3 4 عشان ايه ان ظبطنا المجموع الشرح في دماغنا يعني. طيب تعالى نشوف. بيقول لي هنا مثلا خلى النظام السياسي السائد في قلب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من النظام السياسي السائد. قلنا نظام شبه ملكي ونظام ايه بدوي قبلي. طيب ظهور نظام وراثي في الحكم. ها ناخد السؤال ولا تعبت؟ تعبت. طيب كفايه كده. وممكن نعمل الحلقه الجايه لو حابين اكتبوا لنا في الكومنتات الاسئله ماشي. ذاكر الدرس كويس بس الاول قبل ايه، قبل ما نحل عليه. تمام. قلت لك اهو رقم تليفوني تاني 012 8512 69 ايه 73. اي حاجه استفسار او اي عايز تعمل اي حاجه اتصل بيا ان شاء الله ايه، سواء واتس او اتصال باذن الله ارد عليك. تمام. اوعى بقى تنسى الاشتراك في القناه والسبسكرايب الجميل ولايكك الحلو. وربنا يوفقكم يا رب ويكون في عونكم، واهم حاجه المذاكره والمداومه، اوعى نراكم. ماشي ماشي. يلا سلام عليكم.